سنه ما شايفه ولا اتذكر شكلها. ويعني هاي المره الاولى تشوف؟ اول مره اشوف يعني وجه بوجه. وجه بوجه ما تمام. شايفه. فقلت لها خليني نشوف احنا بعد مو نظل بس نحكي بالتليفون. قالت لي نشوف يوم الجمعه. اجى يوم الجمعه دقيت عليها اتصلت بيها ما تجاوب. زين. جاوبتني ثاني يوم السبت يعني ب5 الفجر. زين. يابا ليش ما جاوبتي؟ كان قال لي والله كرار تعلاس وخاف تعبسني. شنو اللي يثبت انت تجيب خوالك وتقتلون وتاخذون وانا ما مستعد اخسر حياتي مره ثانيه. حياتها مره ثانيه يعني ب 2017 انا سبق وذاكر انه هي يعني خوال رزموها ويعني رادوا يصلحوها بس ما انصلحت. اي نعم. فاستاذ بصراحه قلت لها انه هاي من ناحيه انه حقها مثلا تفكر هيك وحقها انه بتامن. فقلت لها شنو تريدي؟ كان قال لي انا اريد من عندك تعهد تتعهد لي اي شيء يصير علي شنو يوقع علي انه انت المسؤول. زين. بصراحه استاذ هنا انا قلت انه حقها لازم يسوي هذا الشيء. قلت لها دليل يعني انت صافيه وياها اريد اصلحها. فقالت لي وريني الفيديو. قلت لها الفيديو انا ما اسوي هسه انا اسوي لك تعهد اوكي. كان قال لي هسه تعال والله كان ما رحت شفتها تفاصيل تدري بين امه وبنها وصار 21 سنه ما شايفيها. فبالنهايه مال الكلام مالتي كان تقول لي كرار خلي صور فيديو. انا قلت لها ما اقدر اصور وياك فيديو. كان تقول لي باع من هاي النقطه لو كل من يروح بطريقه لو صور هالفيديو تدري انا متغيره واني يعني صلحت نفسي وما بقت لي شيء ما حلفت لي بيه. وكانت ايام محرمه وايام مقدسه ما بقت لي امام ما حلفت لي بيه. فقالت لي يعني انا هذا الفيديو اوديه بس للمحاميه وانه بس اثبات انه انت ما تاذيني مره ثانيه على مود خاف يعني شنو ممكن انه انت شفتنا هاي المره. باختصار صورت الفيديو اللي شافوه الناس. لا مو هذا. غير واحد. زين. فورا يعني صورت الفيديو رجعت بامور طبيعيه. ورا اسبوع قرر راح يسوي اول خطوه ايجابيه من ناحيه والدته اللي هي ينقل والدته من البيئه اللي هي بيها البيئه مؤقته يعني بيئه ثانيه مؤقته بين ما يفاتح الموضوع ويا من ويا اهلها. فرحت هم اشوفه وهم احكي وياها بالتفاصيل هاي. فبنهايه كلامنا قالت لي كرار خلينا نصور فيديو انا وياك. الفيديو ذاك تقول المحامي عليه مواضح. قلت له شلون مواضح؟ كان قال لي خلينا نصور فيديو. قلت له يلا تمام انا ثاق بيها مو من ممكن امك تغدرك اليوم. صورت اول فيديو كان قال لي لا موجود. صورت الثاني كان قال لي لا موجود. صورت الثالث كان قال لي لا موجود. يا بعد شلون تريدين؟ كان قال لي والله يا كرار انا اريد بصراحه تحكي هذا الكلام اللي حكيته بالفيديو كلمه كلمه ما تقول 21 سنه تقول 16 سنه وتبوسني وتحضني وتكون بشوش. بصراحه انا ما ركزت على اي كلمه غير كلمه بشوش. ليش بشوش؟ كان يقول شنو هذا يعني مجبور على الفيديو المقابل هذا يعني بالدوله اذا شيء مجبور عليه انه ما يوكل عند القاضي والمحامي وما اعرف شلون وما يثبت ما اعرف بهاي السوالف بصراحه يعني زين ما متعمق. تمام. فصورت الفيديو شلون ما تريده كلمه بكلمه حرف بحرف. ماكو ورا ساعه رجعت للبيت يعني عرفتها ورجعت خابرني ولد صديقي الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كرار امك ناشره فيديو انت وياه هذا قديم لو جديد؟ انا ما ظليت بحاله صدمه. معقوله والدتي ناشره الفيديو اللي انا وياها هذا اللي قالت لي ما نشره بيناتنا وبس المحامي وبس اثبات على ونثق به. اتصلت عليها دقيت عليها ماكو ما بقيت شيء ما سويته. ثاني يوم جاوبتني يابا ليش سويتي؟ ليش نشرت الفيديو؟ ليش دمرتي حياتي وسمعتي وكل شيء؟ كان يقول لي والله بصراحه انا اريد اخذ حقي منك. انا استدرجتك بالموضوع ووصلت واخذت حقك. انا بصراحه انا عشت بصدمه. قلت لها يعني بس راح اسال السؤال وجاوبيني عليه. قلت لها معقوله انت امي؟ معقوله من جواني بالمستشفى ما غلطوا بالطفل؟ يعني بصراحه انا اليوم ماخذ نظره عن الام من خلالك وخلال اصدقائي وخلال المجتمع ان الام رحمه. الام عاطفه. انا ما عشت هذا الشيء. انا قوي الى درجه ما تتوقعها. انا عشت يعني بعيدا عن امي بعيدا عن الحنيه بعيدا عن التربيه. بس انا صنعت نفسي. مو من الممكن انه بسبب فيديو اخسر كل شيء. يعني انا بسبب هذا الفيديو هسه خسرت كل شيء. مستقبلي احلامي دراستي كليتي نظرتي من العالم يعني شو اسوي؟ وهذا اليوم الضربه شو تريد تقول كرار كلمه؟ صراحه انا بدي اشتكي عليها يعني خلفتني. تدري هي هذا الواقع ايش قد صعب. وبصراحه انا اوجه لك رساله انه انت مجرمه بافعالك تصرفاتك. حسبي الله ونعم الوكيل عليك والله لا يوفقك ان شاء الله وان شاء الله الله ياخذ حقك وبس. حق الرد مكفول لوكاله الانباء العراقيه المستقله ابو وسيم معلم.